وفي يوم 26 ابريل سنه 1986 يروح المسؤول اناتولي دياتلوف ومعاه مجموعه من الشباب ورئيس الشفت الكسندر اكيموف عشان يعملوا اختبارات سلامه على المفاعل 4 ويتاكدوا ان التوربينات اللي جواه قادره ان هي تولد كهرباء تقدر تبرد المفاعل الرابع في حال انقطاع الكهرباء. وعشان يعملوا الاختبارات دي لازم بيقللوا طاقة المفاعل، فيروح الشاب توبونونوف يقلل طاقة المفاعل، ولكن بيقللها بدرجة كبيرة جدا من 700 ميجا وات ل 30 ميجا وات، وده طبعا خلى الموضوع مش آمن وبقى في خطر كبير على كل اللي شغالين داخل المحطة. فبيطلب أكيموف رئيس الوردية والشاب ان هم يوقفوا المفاعل فورا، ولكن بيرفض نائب رئيس المهندسين دياتلوف وبيهددهم بإقالتهم من العمل وتخريب حياتهم، وبيجبرهم ان هم يعلوا طاقة المفاعل تاني بالقوة، وبيؤمر الشاب توبونوف بان هو يسحب جميع قضبان المفاعل المصنوعة من البورون، ودي محطوطة جوه المفاعل عشان تهديه. فلما سحب معظمهم بقى فاضل عدد قليل جدا داخل المفاعل، وده طبعا بيهدد قواعد السلامة. وبيوقفوا أنظمة الإغلاق الذاتي والإنذار التلقائي يدويا عشان ما يعطلهمش أثناء إجراء التجربة. والساعة 1:30 بالليل يقطعوا البخار عن التوربين عشان يبدأوا الاختبار. ولسوء الحظ مع ارتفاع درجة الحرارة تتحول شوية المياه الموجودة لبخار، ويكون المفاعل اللي هو RBMK فيه عيب، فزيادة البخار أدت لزيادة التفاعل النووي بدلا من إبطائه، فبتزيد درجة الحرارة في ثواني. وبيحس رئيس الوردية اللي هو أكيموف بالخطر، فبيدوس على زرار الطوارئ اللي هو AZ5.